أول ما تسمع عن اتفاقية الهند واليابان يخطر في بالك تعاون اقتصادي أو تبادل ثقافي عادي، لكن الغريب أن الاتفاقية الجديدة أثارت ضجة كبيرة وطلعت أخبار عن مظاهرات داخل اليابان. القصة بدأت لما الحكومتين أعلنوا هدف جريء، خلال 5 سنوات يبقوا يحققوا أكثر من 500 ألف تبادل بشري، طلاب، باحثين، عمال ذات خبرة واستثمارات مشتركة. الفكرة في الورق شكلها تنمية وانفتاح، لكن عند جزء من اليابانيين انقلبت المخاوف. 500,000 شخص، هذا تهديد لهويتنا. بعض الفيديوهات في السوشيال ميديا طورت الموضوع وكأنه موجة هجرة جماعية، والهاشتاجات بدأت تشتعل، وفي أماكن محدودة طلعت تجمعات واحتجاجات لدرجة بدوا يطلعون ميمز على انمي انه بيصير هندي. اليابان اصلا تواجه أزمة نقص سكان، واليد العاملة فيها قاعدة تنقص بشكل مخيف، والحكومة تشوف ان العمالة الهندية ممكن تكون جزء من الحل، لكن الناس تشوفها أزمة ثانية، بدل ما ينقذونه ممكن يغيرونه. ومن هنا بدأت الشرارة. اتفاق اقتصادي ثقافي بسيط فجر نقاش واسع عن الهوية، واليوم الاتفاقية تمشي للأمام، لكن أصوات الرفض لسه موجودة. والسؤال الباقي، هل هذا التبادل البشري راح يكون جسر بين شعبين ولا بداية شرخ داخل المجتمع الياباني نفسه؟ وهنا الحكاية تصير أعمق، لأن اللي بدأ كأرقام على ورق ممكن يتحول، أما الفرصة تصنع تاريخ جديد أو الشرارة تغير وجه اليابان قدام العالم. كان معكم تركي من إعداد 21، وهذا موضوعنا لهذا اليوم.